أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. هاخدكم النهاردة في مكان غريب شوية، لكن بصراحة الفضول خلاني أدخل وأصور في المكان ده. المكان ده هو المقابر اليونانية. المقابر اليونانية اللي موجودة في دير ماري جرجس. أول ما تخشوا من البوابة هتلاقوا على شمالكم المقابر دي موجودة. اللي وداني المقابر إن في هناك دير موجود جوه المقابر، يقال إنه دير السيدة مريم العذراء، لكن برضو شدني أكتر ليه تفاصيل موجودة جوه. يلا بينا ندخل الدير مع بعض ونتفرج على مكان موجود من آلاف السنين. المكان فيه تفاصيل غريبة شوية وممكن تشوفوها لأول مرة في حياتكم. أنا أول مرة أنزل سرداب، السرداب فيه بير، فالتفاصيل تحس إنك داخل فيلم من القرون الوسطى حرفيا. الديكورات بالمكان كل حاجة فيه غريبة، والأول مرة أشوفها في حياتي. الحقيقة حبيت أقول لكم تجربتي عن المكان. أعظم ما في الموضوع إن المكان ده مرت فيه السيدة مريم العذراء وابنها السيد المسيح أثناء الرحلة المقدسة. طبعا المكان ده البير اللي كان موجود فيه كانت بتشرب منه السيدة مريم. ونلاحظ في الأماكن اللي زرناها في مجمع الأديان إن كل الأماكن موجودة في سرادب تحت الأرض. ده السرداب. يلا ننزل مع بعض ونشوفه من قريب ونشوف تفاصيله. ده البير، ده البير اللي قدامكم. والأغرب في الموضوع إن البير فيه مية لغاية دلوقتي، في مية موجودة جوه البير. أنا دقت المية طعمها مالح الحقيقة. يعني كان في بعض الأقاويل وشفت بعض الكتابات وبعض المصادر بتقول إن مية البير حلوة. لأ، أنا دقتها وأنا هناك من كام يوم، مية البير طعمها مالح. لكن اللي بيروح للبركة، ياخد البركة من المية ومن المكان. بما إن المكان ده مرت فيه سيدة مريم وموجود لسه عندنا في مصر، طبعا دي حاجة بركة بالنسبة لنا. نروح في الأماكن المقدسة اللي زاروها الناس المقدسين. أجمل ما في المكان تحس إنه بيرجعك آلاف السنين، إنك تشوف بير حقيقي قدامك وفيه مية وتشوف السرداب من جوه. دي حاجة بالنسبة لي كانت تجربة جديدة ومتميزة ومختلفة. حبيت أصور لكم البير من جوه وأوريكم المية اللي موجودة لغاية دلوقتي. الجميل في الموضوع والجدير بالذكر إن المكان ده كان صعب حد يعيش فيه. أنا كل ما أتخيل إن كان في حد بينزل يقعد في المكان ده أحس قد إيه الموضوع كان صعب، لأن المكان كمان كان التنفس فيه صعب بالنسبة لي. أنا كنت بتنفس بصعوبة. أنت كل ما تنزل تحت الأرض هتحس إن التنفس بالنسبة لك بيبقى أصعب، الأكسجين بيقل. لكن سبحان الله الناس دي كانت بتعيش بالشهور في الأماكن دي. كان في بعض الأحيان هروب، وكان في بعض الأحيان التانية للعبادة وللصلاة وللهروب عن الناس والجلوس مع النفس. المكان بكل المقاييس تحفة فنية صعب تشوفوها في أي مكان غير مجمع الأديان. مجمع الأديان في مجموعة من الأديرة من أجمل وأروع الأديرة اللي موجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا. دي كانت تجربتي هناك، حبيت أقول لكم عليها. اللي عجبه الفيديو يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد.